السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله زي ما انتم شايفين كده هندمس مع بعض الفول. شايفين يا جماعة الفول طالع ازاي؟ دوت مش فول مدمس خالص، ده زبدة. سهل خالص يا جماعة وكمان مش مكلف، ولا اقول لكم بقى احط له عدس ولا فول مدشوش ولا اي حاجة في الحاجات ديت. هما شوية رز وواحدة طماطم هتطلع العظمة اللي انتم شايفينها دي كلها. شايفين يا جماعة الفول بتاعي عامل ازاي؟ طبعا كل اللي ما بيحبش ياكل الفول كده وبيحب الميه بتاعه الفول هيحب الطريقه ديت قوي قوي. انتوا بس جربوها وان شاء الله هتدعوا لي عليها. وكمان بسيطه خالص يعني، ولا بصوا ولا متعبه ولا مكلفه ولا فيها اي حاجه ان هي يعني تمنع ان الواحد يعملها في البيت. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله الله اكبر، الفول طالع لونه حكايه، طعمه تحفه، يعني كل حاجه فيه بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يلا بينا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي هنا نص كيلو من الفول. الفواله بتاعتي ديت يا جماعه الحجم اللي انتوا شفتوه يعني اللي انتوا هتشوفوه دوت دلوقتي، ديت مش شايلاش اكتر من نص كيلو. لو شايلتها كيلو مش هيستوي معايا، ومش هيجيب يعني مش هيبقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه دوت او شايفين. هي ديت الفواله بتاعتي. طبعا انا بصور بايد وماسكه التليفون بايد عشان كده ان انا معرفتش اتحكم يعني واصور لكم الصوره مش واضحه قوي. الفول دوت يا جماعه انا نقعته كده في ميه من بالليل، وقمت الصبح علقت عليه زي ما انتم شايفين. اول حاجه هعملها هغسل الفول كويس واحط له ميه واحطه على البوتاجاز. بس كده بس كده هسيبه لغايه لما يغلي، وبعد كده بقى هنزود له شويه الاضافات ديت. شويه رز يعني شويه كده يا جماعه، يعني قد معلقه رز او معلقه كبيره او معلقتين صغيرين رز، شويه كده على ايدينا. وكمان معايا قرن فلفل حامي وواحدين طماطم. حابه تستغنى عن الطماطم والفلفل الحامي براحتك خالص، بس عامه الطماطم هتديله اللون اللي انت شفتيه من شويه. بصي بقى، وبعد كده اول ما الفول نحس ان هو بدأ يغلي هروح منزله عليه الرز والطماطم والفلفل. طبعا زي ما قلت لكم انا بصور بايد، ماسكه التليفون بايد عشان كده مش قادره اتحكم في التصوير. هسيبه بقى على البوتاجاز يا جماعه يعني مده ما تقلش، يعني انا كده حطيته الصبح حوالي الساعه 10، طفيت عليه يعني حوالي الساعه 1 الظهر. بس طبعا النار شغاله شمعه بسيط خالص يعني، مهديه اوطى حاجه في البوتاجاز. وما تقلبهوش ولا اي حاجه، وما تخافيش الرز مش هيلحق ولا اي حاجه، ما تجيش جنبه خالص لان انت لو قلبتيه الرز هيلحق. لكن طالما انت ما جيتيش جنبه خالص من البدايه وما قلبتوش ما تقلقيش خالص، مش هيلحق ولا اي حاجه معاكي. اهم حاجه يا جماعه ان انت ما تقلبوش خالص، تسيبيه لغايه ما الميه بتاعته، طبعا الفواله هنملاها زي ما انتم شايفين، طبعا هتتشرب خالص كده ونحس ان هي اتشربت الميه كده، يبقى هو طبعا تتلافوا بقى الفوليه وتشوفوها استوت ولا لا. وهيدينا كمان القوام اللي انتوا شايفينه دوت كده، يبقى هو استوى. اول ما اشوفه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده خلاص هو استوى. وكمان احس ان الفوليه بتاعتي استوت خالص، وما بقاش في ميه خالص، اتشرب الميه كلها تماما. هطفي بقى عليه يا جماعه وهسيبه بقى لغايه لما يبرد خالص. اول لما يبرد هو وسخن طبعا هيدينا ان هو قوامه خفيف شويه، لكن بعد ما يبرد هيدينا القوام اللي انتوا شايفينه دوت. بصوا هيكون تقيل زي كده بالظبط. يا رب بقى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. لو عجبكم متنسونيش في لايك وشير وكمان اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. وباي باي.